تناول برنامج الاتجاه المعاكس المخاطر التي تواجهها الكيان خلال حربها الحالية، وما إذ كانت تواجه خطر وجودي فعلا كما يقول قادتها، أم أنها وجدت فرصة لتحقيق مشروع الكيان الكبير. وخلال البرنامج قال المحلل السياسي عبد المسيح الشمالي إن المنطقة دخلت مرحلة جديدة ستكون للكيان فيها هي الحاكم الفعلي الذي لن يجرأ بلد ولا نظام على مخالفته. في حين قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور عبد اللقيس إن مشروع الكيان داخل مرحلة الانهيار منذ 7 أكتوبر الأول 2023. وتعليقا على الوضع الراهن قال الشامي إن الكيان حاليا بدأت تنفيذ مشروعها القديم الكبير الذي تسعى من خلاله للسيطرة على المنطقة عسكريا، مؤكدا أن أحدا في العالم العربي لم يعد يجرؤ على التفكير في معارضتها. ليس هذا وحسب، بل إنه ذهب للقول إن الحكومات العربية أصبحت تمنع شعوبها حتى من مجرد التظاهر ضد ما تقوم به الكيان وتدمير في القطاع ولبنان، معتبرا ذلك دليلا على عجز كافة دول المنطقة عن مواجهة الكيان عسكريا وسياسيا. ويرى الشامي أن المقاومة لم تقدم للشعوب إلا شعارات وانتصارات زائفة خدمة للمشروع الإيراني، قائلا إن القبول أفضل للشعوب من الصفويين، وإن الخضوع للأصيل أفضل من الخضوع للوكيل. لذا فإن الشامي يرى أن التعامل مع الكيان كأمر واقعي هو الحل الوحيد الذي قد يمنع شعوب المنطقة فرصة للعيش، بعدما تأكد الجميع أن أحد لن يتمكن من هزيمة هذا البلد الذي يحكم العالم كله وليس المنطقة فقط وفقا لقوله. وفي المقابل قال اللقيس إن المشروع الكيان الذي يراه الاستعمار الغربي بدأ في الزوال، مما دفع الغرب للتدخل بكل قوته وجبروته دعما للجرائم التي يقوم بها الكيان في القطاع ولبنان. وقال إن حديث الشامي ليس إلا محاولة لتبرير القبول بالتعامل مع المحتل، وأضاف إن الخسائر العسكرية والاقتصادية والهجرة الجماعية غير المسبوقة التي يعيشها الكيان حاليا كلها أمور تؤكد أن عملية طوفان الأقصى زلزلت مفاصل هذا المشروع. ولكن عبد المسيح الشامي رد على هذا الكلام بالقول إنهم الذين يقتلون وليس الكيان، وأن الكيان قتلت قادة المقاومة كلهم بكبسة زر حتى لم يعد أمامها من تحسب له حساب وتتفاوض معه، رغم تحديث المقاومة عن انتصارات في عقلها فقط. غير أن اللقيس كان له رأيا مغايرا، وقال إن البيوت يعاد بناؤها، وإن القادة لهم من يخلفهم، وإن الشعوب مع المقاومة لا ضدها، لأن منهم وهم منها، مؤكدا أن هؤلاء الذين يدفعون ثمن الحرب مستعدين لكثرة من التضحيات سبيل أرضهم وكرامتهم. ليس هذا فحسب، فقد تحدث اللقيس عن فشل الكيان التي يقول الشامي إنها القوى التي لم تعد قابلة للمقاومة في تحرير أي من أسراها في القطاع، لا في احتلال مترا مربع واحدا في لبنان بعد عام من الحرب، وهي التي احتلت 80,000 كيلومتر مربع خلال 8 أيام عام 1967،
كما أشار اللقيس إلى جنود الاحتلال الذي قال إنهم يقاتلون اليوم في ميدان المعركة، وأن استعانة الجيش بشركات غربية لإصلاح الدببة والدبابات بعدما تعرضت لخسائر لم يتعرض لها في تاريخه. وفي ذات أصر الشامي على أن الاحتلال أفضل من هذا الخراب الذي تحدثه المقاومة، وقال إن الكيان هي حاكمة العالم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لا يستطيعان رفع صوتهم أمامها، وقال إن المقاومة تتسول لاستلام ملاذ بينه وبينه ليرفضوا منحهم إياه. ورفض عبد اللقيس وهو الكلام جملة وتفصيل، مؤكدا أن لا وقفا لإطلاق النار إلا بشروط التي تحددها المقاومة وليس الكيان، مؤكدا أن هذا الحرب هي الخطوة الأولى في تغيير النظام العالمي. وخلص الشامي إلى أن الكيان لن تقبل بوقف الحرب إلا بعد أن تصل حدود العراق، وقال إنها خلفت ما تسمى بالمقاومة لكي تجدد ذراعيها للقيام بما تقوم به حاليا، وهو تحقيق مشروع الكيان الكبير، في حين قال اللقيس إن هذا الحرب ستكون نهاية هذا المشروع مهما بلغت كلفته.